اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الآلات اللي استخدمها الإنسان زمان، ولكن حابين نعرف الحلقة دي إيه هي عادات الإنسان وأخلاقه في العصر ده. أهلا بيك في بيت الحياة. البرعنخ. على الرغم من العلماء لقوا صعوبة في معرفة عادات الإنسان في العصر ده، إلا إنهم قالوا إن عاداته كانت بتشبه قبائل الأقزام اللي كانوا بيعيشوا في الغابات الاستوائية وبيعيشوا على صيد الكائنات البرية والبحرية. كمان العلماء حاولوا يجتهدوا ويوصلوا لعادات الإنسان زمان، وده عن طريق الآلات اللي كان بيستخدمها. والآلات دي اتكلمنا عنها بالتفاصيل الحلقة اللي فاتت، تقدروا تروحوا تشوفوها. ومن العادات اللي قدرنا نوصل لها هي إنه كان إنسان ذكي، قدر يسيطر على الحيوانات اللي ممكن تأذيه، بجانب إنه قدر يستغل أي حاجة في متناول إيديه، فقدر يحضر النار ويجهز أكله عن طريقها. وبما إننا بنتكلم عن العادات والمجتمع، فكان في اختلاف طبقات، زي مثلا آلة البلطة التقيلة الخشنة كانت موجودة بس في أقل طبقات المجتمع، والطبقات الأعلى كان موجود فيها الآلات الأحسن صنع. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. استنونا في معلومات تانية كتير في الحلقات اللي جاية. لو استفدت ما تنساش تفيد غيرك.